بص يا ريس، لو مش عايز دور ال 16 لدوري ابطال اوروبا اللي هيبدا بكره يتحرق لك، تقدر تعمل سكيب للفيديو ده، لان انا النهارده جاي احرق لك الثمان فرق اللي هيصعدوا من دور ال 16 لدوري ابطال موسم 2026. طيب تعالى نبدا بالجنب الناري، الجنب اللي فيه اتقل مباراه من وجهه نظري في دور ال 16 هي مباراه تشيلسي وباريس سان جيرمان. انا اتوقع ان الماتش ده مش هيبقى سهل على الفرقتين، بس عندي احساس كده، وانا شخص بيميل للفرق الانجليزيه دايما في البطولات دي، بس عندي احساس ان تشيلسي هيقدر يعدي من باريس، وهيبقى تشيلسي هو عقده باريس في البطولات الاوروبيه. نيجي بقى للمباراه الثانيه، جالاتا سراي قدر ان هو يكسب ليفربول في دوري المجموعات، ومن حظهم ان هم يتقابلوا تاني في دور ال 16. عندي احساس ان ليفربول مش هيقدر ان هو يعدي جالاتا سراي، بس انا مش هحط التوقع ده، هحط ان ليفربول هيعدي، بس احساس داخلي ان ليفربول مش هيعدي. بس خلينا نقول ليفربول هيعدي الماتش ده. ريال مدريد والسيتي، الماتش اللي بقى مكرر علينا كل سنه زي المنهج، لازم نتفرج عليه. الفرقتين في الدوري ادائهم زي بعض بالظبط، وموقفهم زي بعض بالظبط، فرق 4 نقط هنا وفرق 7 نقط هنا، مع مباراه مؤجله لو كسبوها يبقى الفرق 4 نقط. يكسب ماتش ويتعادل ماتش، وهنا يكسب ماتش ويتعادل ماتش، فالفرقتين الى حد ما مستواهم قريب من بعض جدا. بس انا هرجح كفه السيتي لسبب واحد بس، ان خط دفاع السيتي بعد صفقه مارك جويهي اقوى بكتير جدا من خط دفاع ريال مدريد. زائد برضو ان ريال مدريد هيخش الماتش ده عنده اصابات كتير، لكن السيتي داخل الماتش ده فول سكواد، فانا برجح كفه السيتي في الماتش ده. اما بقى مباراه بايرن واتلانتا، اتلانتا دي ما اعرفش وقعت في دور ال 16 غلط، الفرقه الايطاليه الوحيده اللي قدرت ان هي تكمل، بس بايرن هتقدر تعبيها ذهاب وعوده وهتخرجها من دور ال 16. نيجي بقى للجنب الثاني والجنب الاسهل نسبيا في كل الماتشات. نبدا بماتش برشلونه ونيوكاسل. برشلونه ونيوكاسل ناس كتير جدا متوقعه ان برشلونه يقدر يعدي بسهوله، انا متوقع ان برشلونه هيقدر يعدي، بس الماتش مش هيبقى سهل زي ما الناس متخيله. الماتش هيبقى صعب وفي جري كتير وفي التحامات كتير، وممكن برشلونه يقدر ان هو يعدي، بس صدقني مش هيبقى ماتش سهل خالص زي ما الناس متوقعه. اتلتيكو وتوتنهام، تستناش ان انا هقول لك ان في اي مفاجات هتحصل في الماتش ده. اتلتيكو مدريد هيقدر يعدي من توتنهام بسهوله جدا. بودو جليمت وسبورتنج، ناس كتير قوي شايفها متوقعه سبورتنج، بس لما تيجي تحسبها بالعقل هتلاقي فرقه زي بودو جليمت دي قدرت ان هي تكسب مانشستر سيتي، اتلتيكو مدريد، انتر ميلان ذهاب وعوده وتخرجهم. لما تيجي تبص تلاقي ان الفرقه دي مش سهل خالص ان هي تخرج من سبورتنج لشبونه. ممكن يحصل مفاجاه في الماتش ده وسبورتنج هي اللي تعدي، بس انا توقعي ان مش بعد كل ده في الاخر بودو جليمت يخرجوا من سبورتنج، فحط بودو جليمت. نيجي بقى للمباراه الاخيره، ارسنال وليفركوزن. ارسنال كده كده هيعدي من ليفركوزن، وهيعدي من الكسبان من بودو جليمت وسبورتنج لشبونه، فاحنا نبدا نتوقع ارسنال من ماتش السيمي فاينال. عشان ما اضحكش عليك، انا حاسس ان انا هجيب 6 من ال8 توقعات دول، وده بالمناسبه مش هيبقى رقم قليل جدا. فاكتب لي انت كمان تحت في الكومنتات توقعاتك لل8 مباريات، ومين اللي هيقدر يعدي لدور الثمانيه، ونشوف مين فينا اللي جايب توقعات اكتر. اشوفكم الفيديو الجاي.